The sounds beyond cool. الأمير عبد الرحمن مساعد عنده، أنا أتوقع غير الجبهة الإعلامية عنده الآن 1 2 3 5 جبهات تحارب. الجبهات قوية، والخمس جبهات هذه يجب أن أعضاء شرف اللي هم أعضاء شرف يتضامنوا، لأنه هالخمس جبهات هذه وصلتنا إلى ما توصلنا إليه الآن. فالخمس جبهات هذه ستأكلك أكل، ويجب على الهلاليين اللي هم أعضاء شرف يجب أن يجتمعون كما نجتمع دائما، ويجب أن نشوف كيف الحل مع الجبهات هذه، لأن إذا كان حنا أقوياء سابقا بعد الله، فالآن هم مثلنا، يجب أن نكون لقوة أكثر. النصر يرد ببيان نقرأه كما هو وكما جاء. يا أخي أنا البيان اللي طلع من النصر أي بيان فيهم. يا أخي أنا البيان اللي طلع من النصر أي بيان فيهم. حبرورك صارت حياتي كلها حبرورك. في البيان اطلعنا على البيان الذي أصدره المركز الإعلامي بنادي الهلال ونسبه للاعبه المعتزل مدير الفريق الأول سامي الجابر، والذي كنا نتوقع أنه سيحمل في مضامينه اعتذارا للقيادة الرياضية والرياضيين عما تلفظ به في القناة الرياضية السعودية تجاه الحكم الدولي خليل جلال من ألفاظ تطعن في نواياه وشرفه، ومنها قوله خليل جلال كان عليه أن ينزل ولديه شرف. مشيمة الكبار الاعتذار في الخطأ، فأنا أعتذر لأخي وصديقي الأستاذ خليل جلال عما بدر وعما وصفت به، وأتقبل القرار بكل صدر رحب. سامي الجابر، الاعتراف بالخطأ والاعتذار أمام الجمهور للحكم أعتقد من صفات الكبار. سامي الجابر شكرا جزيلا لك. ومن كان بيته من زجاج فعليه ألا يرمي الآخرين بالحجارة. إذا أتيت لهذا الميدان لتعرف أنها مكسب وخسارة. هل معناته إذا أنت خسرت تكسر الدنيا؟ تصريحات في كل الاتجاهات، فرقعات إعلامية. أنا أحس أنه بعض الشرف يريد فرقعات إعلامية حتى تتداول المنتديات، وبعضهم هذه أجندته. نعم، بس أنا وضيف اللي جنبك وش اسمه؟ ضيفي الأستاذ إبراهيم الجار الله، نائب رئيس تحرير جريدة الوسط الرياضي. من يكون هو عشان قرر على تصريح عاجبه وتصريح مو بعاجبه؟ من يكون هو عشان قرر على تصريح عاجبه وتصريح مو بعاجبه؟ من يكون هو عشان قرر على تصريح عاجبه وتصريح مو بعاجبه؟ نعم. بعدين زي ما قال وذكر شوي انه المفروض يكون في هيئة تأديبية للحكام، وهذا وش رايه بلائحة او هيئة لتأديب الصحفيين؟ بس ابغى اسمع رأيه يعني. بس انا الاخ العزيز اللي جنبك يعني انا من اول مرة اسمع فيه وانا استغرب انه يقول اعتذروا للحكام ولا ما اعتذروا للحكام، يعني هذا شيء استغربه منه. وانا استغرب انه يقول اعتذروا للحكام ولا ما اعتذروا للحكام، يعني هذا شيء استغربه منه. وانا استغرب انه يقول اعتذروا للحكام ولا ما اعتذروا للحكام، يعني هذا شيء استغربه منه، لانه يعني اعتقد انه زي ما قلنا برضه بيكون في ان شاء الله لائحه لتأديب الصحفيين بعد. من حق النصر ان يتظلم اذا كان خليل جلال اخطأ، ومن حق خليل جلال ان يتظلم اذا كان اتهم، ولكنني اطالب فقط. اولا وانا اخوك، ما هو انت اللي تقرر من اللي انا ما يرفع للرئاسه العامه ولا ما يرفع للرئاسه العامه. بعدين الاحتقان معروف سببه الاعلام اللي من امثالكم وامثال الاخوان الكثيرين اللي نعرف عنهم، يعني وجهه نظرك غير مقبوله عندي شخصيا يعني، ومره ثانيه يجيبوا ناس تعرف تحكم، يعني وجهه نظرك غير مقبوله عندي شخصيا يعني، ومره ثانيه يجيبوا ناس تعرف تحكم. ماذا تسميه تهكمك واستهزائك بالصحفي؟ يعني في اخطاء من الحكم، لكن هالاخطاء ما تخليك تقول الحكم ما عنده شرف. والله في ناس قالوا الحكم ما عنده شرف. مين هالناس؟ هذا سامي الجابر مدير كرة نادي الهلال. اني اختلف معك، ما احب ناديك، بس ما توصل مسألة الاحقاد الشخصية، يعني ما توصل مسألة اني انا مثلا اتهمك بما ليس فيك، ان انا اقذفك باشياء ليست فيك، ما توصل مسألة اني احقد على احد او اني اتمنى الضرر لاحد. ما في شيء في الدنيا يستدعي انه يكون في مجتمع مسلم الشعور. لا اسماعيل ما قال حكم يعني ما قال حكم ما عنده شرف، قال التحكيم يجب ان يكون فيه شرف. لا شوفها في القناة الرياضية مرة ثانية. أنه الدخول في ذمم الناس هذا ما هي من أخلاقياتنا كمسلمين. وما تقوله الآن
ألا يسمى دخولا في ذمم الناس؟ فريق لا، يجب انك تنزل وعندك شرف، روح تبغى تعطي النتيجه 10-0، اعطينا حقنا يا اخي، في كروت في فاولات تعطي حق، لكن تمشي عشان حرام الفريق هذا 3-0، او من جواتك انت تحاول تساعد عشان تقرب النتيجه لانه في مباراه ثانيه، لكن يعني خافوا الله، خافوا الله. طيب اتقوا الله. طيب طبعا احنا نتذكر وش قال سامي الجابر البارح في القناه الرياضيه، يقول عن الحكم خليل جلال اللي هو بيمثلنا في كاس العالم، اوكي، انك تنزل لازم يكون عندك شرف، وهذا كانت في القناه الرياضيه السعوديه. فهذا كلام يعني ما يقال في انسان مسلم سعودي. يجب ان يوقف هذا الانسان عند حده على هالكلام الغير مرضي، اكيد غير مرضي للامير سلطان والامير نواف. سامي ما يحب الا جمهور الهلال، يعني يكفي هذا. اقصد انه يعني جماهير ربما بعض الانديه المنافسه لا يعني ليست من عشاق سامي، يعني ربما يعني لها يعني ترسبات. انا اعتقد انه هذا خصوصا هذا الحكم هذا اعتقادي انه من لسه الرشاوي، وانا اقولها ولا علي من احد. سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، قبل قليل ترفع من شأن خليل جلال والآن تصفه بصفات لاذعة. فأنا ما أدري، يعني يقولون الحكم السعودي هذا لا أعتقد ينتمي كحكم سعودي، حكم لا يمت للصلة بأخلاقيات السعوديين اللي يجي يقول الخير، لكن حكم زي هذا اسمه خليل جلال هذا المفروض يشطب من التحكيم كاملا، مش حتى سنة أو 6 شهور. هذا حكم أنا أقول لك يعني من أسوأ الحكام اللي قد شفتهم في حياتي. أنا دخلت هالوسط الرياضي علشان أحاول أعمل منجزات للهلال، يعني أبغى أغير، أبغى أعمل جو صحي. من الأشياء اللي أنا مبسوط فيها أني يعلم الله ما تعمدت الإساءة لأحد طوال السنة هذه، وأزعم أنه لم يصدر مني أي شيء مسيء تجاه أي أحد طول السنة هذه. أتحدى أنه أحد يجيب لي شيء تصريح مسيء لأي أحد. خليل الهلال ما أراد ذلك. هذا يتساءل للأخ الجمباز، يسألون الأخ جمباز فيها، جمباز سمو الأمير، الأخ جمباز يسألونه فيها، يسألون الأخ بدر الزعلان في الموضوع هذا، ويقدرون يعرفون شو السبب. يعني اليوم عندك مشكلة مع الأسماء سمو الأمير، غيرت أسماء الحكام ولجنة يمكن لأني عامل عملية في سنوني اليوم، يمكن احتمال يعني عموما لولا تنتصرون. وجهة نظرك سمو الأمير، التحكيم اليوم السبب الرئيسي في هزيمة النصر، الفريق كان سيء جدا في الشوط. القائم برضو له دور. سمو الأمير وصفت بخليل جلال بخليل الهلال، لا تعتقد أنه هذا اتهام خطير هو في ذمة الحكم؟ لا هو مو يعني هو محسوب على الأخوان في نادي الهلال، هو حكم مرافق معاه. فتاريخ الجابر مليء بالمغالطات، والتي من بينها وصفه للاعبي إحدى الفرق بأنهم حيوانات، وهذا مثبت. بس محمد نور حنا عارفين تاريخه يعني مع المنتخبات، حتى في تمثيل المنتخب وطنه أخذ كروت حمر لأن أخلاقه ما هي رياضية، لكن اللاعب تاريخه معروف مع المنتخب. يعني الخافي ما ندري شو الخافي، لكن شطب من المنتخب السعودي بالمعنى الأصح، هذه قد حصلت مع المنتخب، ولاعب غير أخلاقي. هذا شيء معروف. تبين دكتور يعلم الأدب أو يرجع المدرسة من جديد عشان يتعلم الأدب والأخلاق الرياضية. فلا نقعد نتفلسف. البارح طالع لي يتفلسف الدكتور خالد يا اخي خليك في ناديك وخلي نادي يوصل في حاله. يعني عبد الرحمن يعني انت يعني المفروض لهذا السبب المفروض اي كلمه تقولها تحسبها وتوزنها، يعني بتحسبها وتوزنها، يعني بتحسبها وتوزنها، يعني حتى لو كنت تقصد مثلا شخص معين. نعم سمو الأمير عفوا خلينا نتحدث في الحادثة، في حادثة حصلت. أرجو سمو الأمير عفوا سمو الأمير أرجو ألا تتجاوز على أشخاص نهائيا، هذا لا نقبله في برنامجنا. أرجو أن تتحدث عن الحادثة أو سأنهي الحديث. أرجو أن تتحدث عن الحادثة أو سأنهي الحديث لو سمحت. بشبه هو مو تجاوز عموما، لكن وسامي يستحق التهنئة فقط على القوة التي تدعمه في كل مواقفه السابقة وتخرجه من كل تجاوزاته. لك علاقات مع مسؤولين كبار في الرياضة السعودية، يعني تفكر بأن تستند عليهم في مرحلة رئاستك المقبلة في نادي النصر؟
بصراحة سمو الأمير هذا الشيء يدور حول شخصية الحمد والله احنا دائما نستند على سمو الأمير سلطان والأمير، ودائما نستند عليهم في كل شيء. هذا شيء خاص بيننا وبين الاتحاد السعودي. سمو الأمير هذا ليس شيئا خاصا، عفوا سمو الأمير هذا ليس شيء خاص، هذا شيء عام. لا شيء خاص. يعني شيء في الرياضة السعودية، يعني في علاقة خاصة بينكم وبين الاتحاد السعودي؟ اعتراف ضمني وإصرار منك بمن يتلقى الدعم. ما فت عليك من أي أحد لو سمحت، فت عليك من أي أحد لو سمحت، فت عليك من أي أحد لو سمحت. فقط العلاقات العامة بنادي النصر. أما إذا كان المطلوب أني أنا والله أنزل بمستوى تصريحاتي إلى مستوى مقابل في تصريحات مثلا معينة، أو أنه أنا أي أحد يحاول أن يكسر ضوء بأنه يتسلق على اسم الهلال ويعاديه يعني يسلط عليه ضوء، ما هو دائما مطلوب أنك أنت الأفضل أحيانا أنك تتجاهل أشياء. الهلال نادي كبير وأنا أرأس نادي كبير، وأنا لا أرى من المناسب الرد على أي أحد. من المناسب أنك تختار من ترد عليه أيضا، مثل ما تختار أصدقائك ينبغي أن تختار من يكون لك ند في العداء. حتى ليس كل من يعاديك ويعني يحاول أن يتطاول عليك ينبغي أن تعطيه مساحة من الضوء لا يستحقها بأنك ترد عليه. أكثر الأندية صخبا وإزعاجا واعتراضا على كل شيء هي أقل الأندية إنجازات، ببساطة شديدة. لو كان هذا الأسلوب ينفع كان جاب إنجازات لأندية أخرى. هو أنا متأكد أنه في ناس كثير كانت تتمنى استقالتي يعني. بس أنا آسف أني ما أحقق لهم هالأمنية إلا بعد ما أحقق الإنجازات اللي يستحقها جمهور الهلال. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. في ناس سروا بما حصل فربما يعني تسوءهم أزمان مقبلة. من وين ما جينا كوسوه ياما، إن كانت تبغى للفخر درب وقوال، وإن كانت تبغى للزعامة زعامة. خليك هلالي وريح العقل والبال، مو أي نادي يرسم المجد شامة. خليك هلالي وريح العقل والبال، مو أي نادي يرسم المجد شامة. أوه يا هلالي، أوه يا هلالي.